هل النبي صلى الله عليه وسلم مات أو قتل؟ المشهور أنه مات، ولهذا قدمها، مرض ثم توفاه الله تبارك وتعالى، هذا هو الموت الطبيعي. هناك من أهل السير من يقول لا، النبي قتل صلى الله عليه وسلم. قالوا وكيف قتل؟ قالوا في السنة 7 من الهجرة لما فتحت خيبر، جاءت امرأة يهودية وأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم ذراعا مشويا، فنهش منه النبي صلى الله عليه وسلم بفمه ثم ترك، فقال لها أوضعت في هذا الذراع سما؟ قالت نعم. قال لما؟ يقول لليهودية ماذا وضعت فيه السم؟ قالت إن كنت نبيا لن يضرك، وإن كنت كذابا أراحنا الله منك. هذه اليهودية تقول. فقال ما كان الله ليسلطك علي، لقد أخبرني الذراع يعني أنه مسموم، فتركه النبي. لكن قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما زلت أجد يعني طعم ذلك الذراع، وهذا أوان انقطاع أبهري. يقول صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقل عن الزهري يقول إن النبي قد قتل، أي بأثر السم، يعني استمر أثره إلى يعني 3 سنوات من 7 فتح خيبر إلى 11 أولها، في أو 4 سنوات، لأنها حتى فتح خيبر في أول 7، يعني عندنا 8 9 10 11 في أول 7. فيقول ما زلت أجد طعم السم، ولكن بعض الطريق ما يبقى السم كل هذه المدة، لكن يبقى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجد طعمه. ولذلك الجمهور على النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يقتل. الزهري يقول جمع الله له مع وفاته الشهادة حتى يرفع الله درجته سبحانه وتعالى.